هل التدين بيحمي من المرض النفسي؟ يعني انت ما ينفعش حد مثلا يبقى عنده مرض عضوي وتروح تقول له صلي. في زمن كثرت فيه الخوازيق رجل واحد مهندس واحد مدرب على ترويضها، يعرف خباياها، يضحي بنفسه من أجل البشرية. عمرو خاطر في رحلة للبحث عن ما وراء الخازوق في سكة سفر. يا مساء الخير او صباح الخير عليكم على حسب الوقت اللي بتسمعونا فيه. انا عمرو خاطر ودي سكة سفر. معانا النهاردة الدكتورة سارة هلال، اخصائي الطب النفسي والادمان والطب النفسي الرياضي، عضو الجمعية الدولية للطب النفسي الرياضي. دكتورة سارة، اهلا بيكي معانا ونورتينا في سكة سفر. اهلا بيك يا عمرو، ومبسوطه جدا ان انا معاك النهارده. قبل بس ما ندخل في موضوع حلقة النهاردة، انا عندي سؤال كده. ايه هو الطب النفسي الرياضي؟ لان الموضوع ده جديد عليا بصراحة. كنت مستنيه السؤال ده. الطب النفسي الرياضي ده هو تخصص في الطب النفسي، بيركز على المشاكل النفسية اللي بيواجهها الرياضيين، أيا كان ايه هي بقى. مثلا مشاكل قلق، مشاكل اكتئاب، مشاكل في الشخصية، أي أعراض نفسية لها علاقة بالإصابات مثلا. وفي جزء برضو ليه علاقة بتحسين الأداء بقى، يعني ازاي الواحد يبقى في المايند سيت اللي تساعده ان هو يعمل أحسن بيرفورمانس عنده. يعني فده تخصص مش منتشر قوي في مصر لسه، بس يعني مهم جدا بالنسبة للرياضيين، انه الناس مش بتركز قوي على المشاكل النفسية اللي بيواجهها الرياضيين عموما. يعني انا كنت دايما بسمع عن الموضوع ده ان هم في الفرق الاجنبيه، يعني ما كنتش عارف الموضوع عندنا في مصر، بس هو دايما كانوا بيجيبوا اللي هو طبيب نفسي للفرقه عشان يحسن من معنوياتهم، عشان مثلا بعد خساره او حاجه. ويمكن لو في ناس بتتابع المسلسل اللي هو تيد لاسو، كان في حاجه شبه كده يعني. بالظبط. هو بره طبعا يعني structured اكتر، وفي نظام واضح ليه. هنا يعني تعتبر مجهودات فردية شوية، لسه مفيش سيستم قوي منظم لحاجة زي كده. بس جزء منه الدكاترة اللي بيشتغلوا مع الرياضيين مثلا في الاولمبيكس، في الفرق، في الحاجات اللي زي دي. وفي جزء مهم بقى individual، يعني مع كل شخص رياضي لوحده بقى. مبسوط ان احنا بقى عندنا خطوات في حاجه زي كده، وان شاء الله الموضوع ينتشر ويتعمم قريب. ان شاء الله. احنا حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الدين والتدين بشكل عام وعلاقتهم بالطب النفسي. تقريبا مفيش حد فينا لما حصل له اي مشكلة نفسية وراح يتكلم لحد، لما سمع انت بتصلي جربت تقرب من ربنا؟ لا لا لا، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. انت بس لو صليت ولو قربت لربنا اكتر، الموضوع ده كله هيروح. فأول سؤال هسأله ليكي النهاردة، احنا ليه مهم نتكلم عن التدين والدين بشكل عام في الطب النفسي؟ بالظبط زي ما قلت كده. دايما في مفاهيم مخلوطة بتخص الدين، او انا المفروض يعني لو انا عندي اعراض نفسية، دور الدين في حاجة زي كده ايه. وللأسف المفاهيم المغلوطة دي بقى بتأثر على الناس انها ما بتطلبش مساعدة، عشان لو انا قلت ان انا مثلا مكتئب، الناس هتقول عليا مش متدين، فهتكسف اطلب مساعدة. فعشان اجاوب على سؤالك ليه اصلا مهم نتكلم عن التدين، هو احنا كمجتمع اصلا وكالثقافه والكالتشر بتاعت المجتمع بتاعنا، التدين داخل في حاجات كتيره جدا، وهو جزء مهم منها وجزء من هويه المجتمع اصلا. يعني حتى لو كل فرد لوحده مش متدين، او مش بيمارس طقوس دينيه مثلا بانتظام او كده، الكالتشر بتاعت المجتمع ككل داخل فيها التدين في حاجات كتيره جدا. ازاي بقى بنتقبل الحاجات، ازاي بنتعامل مع الضغوط. فغصبا عننا هو داخل في حياتنا كده كده. فمهم نبقى عارفين الدين بيأثر ازاي في الصحة النفسية عموما، علشان نتفادى حتة الميسكونسبشنز او المفاهيم المغلوطة بخصوص النقطة دي، لان دي نقطة مهمة. تمام، بس هو هل التدين بيحمي من المرض النفسي؟ يعني انت ما ينفعش حد مثلا يبقى عنده مرض عضوي وتروح تقول له صلي. ممكن تقول له ادعي والكلام ده كله على عيني وراسي، بس مش هتستنى مثلا حد عنده كانسر ان الكانسر يروح من عنده او يخف من غير ما يبدأ ياخد خطوات، ومن غير ما يبدأ ياخد العلاج، ومن غير ما يبدأ يتابع مع دكتور. بالظبط كده. هو انا كويس ان انت قلت المثال بتاع المرض العضوي. هو في الطب عموما في معادلة كده، اي مرض في الدنيا بيبقى فيه عوامل بنسميها ريسك فاكتورز، او عوامل خطورة اللي هي بتخليني عرضة للمرض، زي مثلا العامل الوراثي، الجينات،
أسباب بيولوجية بقى كتيرة. لو هنتكلم في المرض النفسي هيبقى شخصية الواحد، الطريقة اللي بيتأقلم بيها، الظروف المحيطة بيه أخبارها إيه. وفي بقى في نفس الوقت عوامل protective، عوامل حماية بتحميني من المرض. يعني مثلا لو هنتكلم على السكر، لو أنا عندي عيلتي كلهم عندهم مرض السكر فأنا عندي استعداد وراثي قوي، بس لو أنا مظبط أكلي ووزني مش زيادة، دي عوامل حماية هتخلي احتمالية ان يجيلي مرض السكر قليلة. فنفس الفكرة في المرض النفسي دايما بيبقى فيه risk factors و protective factors. العامل الديني هو من العوامل الحماية، بس مش لوحده، يعني لوحده الدين مش هيحميني من المرض النفسي، هو عامل من العوامل مع حاجات تانية زي السبورت او الدعم اللي حواليا، انا بتأقلم ازاي، ظروفي الاجتماعية، بشتغل مش بشتغل، مرتبط منفصل، حاجات كتيرة قوي. فما ينفعش ان احنا نعتمد او نحصر التدين ان هو العامل الحماية الوحيد من المرض النفسي. هو عشان احنا زي ما قلنا في الاول الدين بيساعد في احنا بنتأقلم ازاي او بنفكر ازاي. مثلا يعني مثلا هتلاقي ان احنا بنتعامل دايما انه قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. مثلا زي في الفيلم بتاع احمد حلمي اللي هو لما قال له احنا عندنا كونسبت الحمد لله. دي حاجات بتبقى في الكالتشر بتاعتنا واحنا متربيين عليها، فدي ممكن تكون عامل من عوامل الحماية. لكن مثلا في ناس كتيرة قوي متدينة ومقربة جدا من ربنا بس عندها ريسك فاكتورز او عوامل خطورة عالية جدا تخليها عرضة قوي للمرض النفسي، فممكن بسهولة تدخل في مرض نفسي رغم انه متدين وبيصلي وبيمارس كل الطقوس الدينية المطلوبة منه يعني. فما ينفعش ان احنا نحصر التدين ان هو الحاجة الوحيدة اللي بتحمي من المرض النفسي، لانه يعني ده ظلم في الاخر للمريض النفسي. بالظبط. هو انا خليني بس يعني اخد الجانب التاني، ان هو انت لما حد بيبقى بيشتكي من اي مرض نفسي ما ويتكلم مع حد ويبدأ يقول له طب ما تصلي، طب ما تقرب من ربنا، طب في اوقات كتير الموضوع بيجيب نتيجة عكسية وبتحسس الشخص اللي قدامك بالذنب وان هو مقصر و رغم ان هو ممكن يكون بيصلي وبيصوم وقريب من ربنا وكل حاجة، بس يعني بس أصابه هذا المرض النفسي. وممكن يكون حد بعيد كل البعد عن التدين ولا يؤمن بأي شيء وما يسيبوش أي حاجة من الحاجات التانية دي. فهو الفكرة إن قد أكون أنا غلط، بس أنا بحب دايما يعني لو المرض النفسي وقع أنا بحب أطلع الدين من المعادلة. ما ينفعش أدخل الدين في المعادلة بعد خلاص ما الموضوع حصل فأقول له لأ صلي ولا قرب ولا. أنا عارف وفاهم ومتفهم ان انت لو مؤمن بحاجه او مؤمن بدين معين او مؤمن زي ما احنا قلنا كده قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ده ممكن يقلل عندك شويه الانزايتي. بس في ناس الانزايتي بيبقى متملك منها وما يقدرش يتحكم فيه، يعني بيبقى عارف ان قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا وكل حاجه، بس هو برضه مش هيقدر يتحكم في الانزايتي اللي بيجيله، لان في الاول وفي الاخر ده مرض زي اي مرض ممكن يصيب اي بني ادم. بالظبط كده. وبرضو حاجة نقطة تانية انه انا مثلا ممكن لو انا عندي اعراض نفسيه ومحتاجه اقرب من ربنا او احس ان انا متضايق مثلا ان انا في الفتره دي بعيد عن ربنا شويه، ده ممكن يأثر على نفسيتي شويه بس عمره ما يكون سبب مباشر للمرض. يعني عمره ما يخليني يجيلي مرض الاكتئاب او يجيلي مثلا مرض او اضطراب قلق معين عشان انا بعدت عن ربنا شويه. هي حاجه ممكن تأثر في نفسيتي بدرجه معينه، مش لدرجة ان انا ده يتسبب في مرض يعني. تمام. طب احنا دلوقتي اتكلمنا في نقطة هل التدين بيحمي بالمرض النفسي، وقلنا ان هو ممكن يكون احد عوامل الحماية الموجودة. هل بقى زي ما بعض يعني انا مش عايز احكم واقول مفهوم خطأ او صح، بس زي ما بعض الناس بتقول هل التدين ممكن يعالج المرض النفسي؟ طيب النقطة دي مهمة عشان بتطرح كتير قوي. التدين هو aspect من الاسبكتس او العامل الروحاني عموما، هو جانب من جوانب الحياة المتوازنة. تمام؟ يعني انا عشان حياتي تبقى متوازنة ومرتاح في حياتي لازم جوانب حياتي كلها تكون متوازنة، من ناحية بقى صحيا اخباري ايه، ماديا، اجتماعيا، صحابي، هواياتي، حياتي الشخصية عاملة ازاي، بطور من نفسي ازاي. فالجانب الروحاني ده جانب من جوانب كتيرة لحياة متوازنة، ده في العموم بعيدا بقى عن في مرض ولا مفيش مرض.
المرض النفسي زي ما احنا متفقين هو في الاخر اساسه عضوي، فزي مرض السكر مثلا، الصلاة هتهون عليا، هتقربني من ربنا، هدعي ان ربنا يشفيني مثلا. الحاجة التانية لو بنتكلم على اعراض نفسية، اعراض قلق او اكتئاب او ايا كان، برضو ممكن تهون عليا شوية. يعني انا حاسس اني قلقان فروحت اصلي، عندي مثلا افكار سلبيه فبحاول اشتتها فبان انا بصلي. الصلاه ممكن تساعد ان انا ابقى يومي مرتب، او حاسس ان انا ملتزم، او حاسس ان انا بنجز. يعني من الحاجات اللي دايما في خطه اي علاج في جزء منها كده اللايف ستايل بتاعي عامل ازاي، فالجانب السبيريتشوال او الجانب الروحاني ده جزء من اللايف ستايل، فبرضه مش هو علاج اساسي. يعني ما ينفعش برضو، ده انا بشوف انه حاجة ظلم شوية ان انا اقول لمريض عنده مرض اكتئاب وهو اصلا ما عندوش طاقة يعمل اي حاجة روح صلي. طب ما انا على فكرة اوقات كتيرة مرضى بيكونوا بيصلوا وما بيتحسنوش، لانه مش ده، يعني مش ده العلاج. كأنك بتقول لمريض سكر صلي وانت سكرك يتظبط، طب هو بيصلي بالظبط بالظبط. فسكره ما اتظبطش ليه؟ فهي نفس الفكرة. ومش بس بقى في الاكتئاب، في كل الامراض النفسية هو هي يعني لازم في الاول اعالج المرض مع اللايف ستايل تشينج. زي بالظبط السكر، انا باخد دواء للسكر وبظبط وزني واظبط اكلي فهي نفس الفكره. بس فهي النقطه دي انه ما ينفعش اعتمد على مثلا يعني مش عايزه اقول نسبه محدده انا يعني، بس اللي اقصده انه ما اقدرش اعتمد على فاكتور واحد من ضمن مثلا عشرات الفاكتورز اللي ممكن تساعدني اتاقلم مع مرض. طيب معلش خلّيني برضه آخُد إيه، الجانب المُضاد. اوكي. أنا شايف برضه إن طرح فكرة ال 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 التديُّن من ضمن حاجات برضه الlife style اللي ممكن تساعد مريض الاكتئاب، أنا مش شايف برضه إن هي وقتها في الأول إطلاقًا. صح، عندك حق جدًا. هو الlife style change ده أنا عشان أغيّر حاجات في حياتي، ما أنا لازم يبقى عندي طاقة إن أنا أغيّر، بالضبط. لازم يبقى عندي طاقة إن أنا أبقى قادر أcommit وألتزم بحاجات معيّنة، سواء بقى صلاة أو جانب ديني أو غيره. ما هو في حاجات كتيرة أوي life style تساعد مريض الاكتئاب. الرياضة بتساعد، إن أنا أتكلم مع ناس حواليّا بتساعد، إن أنا أبتدي أعمل حاجات بسيطة تحسسني بالإنجاز بتساعد. في الأول بالذات هو طبعا برضو يعني الموضوع متوقف على درجة الاكتئاب وشدته أخبارها إيه، وتقييم حاجات تانية كتيرة للأعراض يعني. بس في أوقات كتيرة بيبقى في الأول مش دور الحاجات اللي في حياتي أو اللايف ستايل بتاعي دلوقتي. يعني أوقات كتيرة بنحتاج مثلا إنه نعتمد على العلاج الدوائي في الأول لحد ما الأعراض تبتدي تتحسن، وأبقى قادر أقلع شوية النضارة السوداء مثلا اللي أنا لابسها، واشوف بقى انا ممكن اعمل ايه في حياتي. يعني ما تروحش تقول لواحد الدنيا مقفله في وشه وشايف انه مفيش امل في اي حاجه وده غصب عنه، قوم صلي شويه او انزل اتمشى شويه او اخرج مع صحابك، هو اصلا مش قادر يعمل ده. فهي بتبقى حاجه ليها دور وفي التوقيت الصح برضو يعني. تمام. خلّيني برضه يعني أقول للناس اللي بتسمعنا إن اللي إحنا بنسميه تديُّن أو جانب روحاني، في ناس تانية مثلًا بتسميه الmeditation، وبيعتبروا برضه الmeditation من ضمن الحاجات اللي ممكن تبقى في الجانب الروحاني، اللي هو بالظبط. إن أنت بتحاول تفصل نَفْسك عن العالم المادي شوية، وتحاول تقرّب للجانب الspiritual أو الجانب الروحاني جواك. فهو إحنا بنتكلم بصفة عامة، مش بنتكلم عن دين معين أو بنتكلم عن حاجة معينة أو حاجة. فأنتِ ممكن برضه تأكدي النقطة دي، لأن هم بيعتبروا إن المديتيشن نوع من أنواع الطاقة الروحانية اللي ممكن الشخص يعملها عشان يحاول يفصل نفسه شوية عن الاكتئاب. بالظبط. هو الجانب الروحاني ده يشمل سواء الريليجن او الطقوس الدينيه، ايا كان ايه الدين اللي انا ملتزم بيه يعني، او الحاجات اللي هي بقى المديتيشن، اليوجا، الحاجات اللي هي تعتبر حاجات spiritual برضو يعني. فاحنا كلامنا في العموم. مظبوط. طيب هل بقى التدين ممكن يؤدي لسوء الحالة بتاعة المريض النفسي؟ انه المرض، يعني ان المرض او الاعراض تزيد او تسوء بسبب الدين بطريقة مباشرة، يعني دي حاجة صعبة يعني مش مفيش حاجة مباشرة هتسبب ده. بس الفكرة انه احيانا الأعراض النفسية بتظهر بقى بصورة يعني تدين، أو إنه التدين أو تغير في انتماءاتي الدينية أو تغير في درجة تديني يكون علامة من علامات المرض النفسي. يعني مش عشان أنا بصلي مثلا هيجيلي اكتئاب، أو إن أنا عشان أنا بصلي
هيزود لي الوسواس القهري مثلا. لا، هو العكس، ممكن يكون التدين او ممارسة الطقوس الدينية دي عرض من الأعراض لحاجات كتيرة بقى يعني. فمثلا يعني بعض الناس اللي عندها أعراض وسواس قهري ممكن تظهر في صورة انه عنده افكار بتقوله انه انا ما صليتش كفاية مثلا، فيبقى بيصلي كتير. تمام. وده مش الطبيعي بتاعه. يعني لو واحد هو شخص ملتزم ومتعود ان هو بيصلي دايما مثلا، فخلاص ده الطبيعي بتاعه. لكن لو الموضوع بدأ يبقى مش ده الطبيعي بتاعي، في بقى تشخيصات كتيرة واعراض كتيرة ممكن يظهر فيها ده، سواء زي ما انا بقولك مثلا الوسواس القهري من اشهر الحاجات اللي بنشوف ناس بقى هو بيعاني، هو مش عايز يبقى بيعمل كده، بس دي افكار ملحة عليه وهو اسمه وسواس قهري عشان كده. او ان مثلا في مرض زي البايبولر او الاضطراب الوجداني ثنائي القطب، لما الواحد بيدخل في نوبة هوس او اللي هي مانيا، جزء منها بيبقى حاجة اسمها هايبر ريليجوستي، انا متدين بزيادة، حاسس ان انا قريب من ربنا بزيادة. ممكن الموضوع في الحالات الشديدة يوصل لضلالات يعني او اعراض ذهنية، ان انا مقتنع بقى ان انا حاجة يعني ربنا اختارني الحاجة، ان انا مثلا المهدي المنتظر، فده مش الطبيعي بتاعي. انا شخص مثلا متدين بدرجة معتدلة او مش متدين اصلا، فجأة بقيت كده، فبرضه ده مش الطبيعي بتاعي. في بعض اضطرابات الشخصية برضه، مثلا الشخصية اللي بيسموها الوسواسية او الشخص اللي هو محسوك شوية، طبيعة شخصيته انه بيحب كل حاجة بالظبط، بيحب يلتزم بالرولز، هتلاقيه دايما بيميل الى الاكستريم شوية. او لو انا متدين عايزة ابقى متدين جدا وبيرفكت في كل حاجة، بس ده طبيعة شخصية يعني، ده ما بيبقاش مرض. في برضو الشخصية الحدية او البوردر لاين بيرسوناليتي، بيبقى شخص متقلب شوية في أهدافه ومعتقداته في أحيان، فممكن تلاقيه مثلا كان في وقت مش متدين خالص وعايش حياته وبيعمل كل حاجة بعيدة عن الدين، وفي وقت فجأة يقرر انه لا انا هلتزم، وبرضه بالاكستريم هربي دقني واصلي كل الصلوات في الجامع. ده يعني المشاكل بتاعت الشخصية ما بتبقاش مرض اللي هو انا مرض بقى وهيحتاج دواء وكده، بس تبقى مشكلة في الشخصية مش مساعداني اتأقلم. يعني لو التدين ده حاجة عادية ومريحاني ومش مؤثرة على حياتي، مش مؤثرة على أدائي حياتي اليومية، وبروح شغلي وعلاقتي بالناس كويسة، خلاص مفيش أي مشكلة في ده نهائي، حتى لو أنا مقضي حياتي كلها في الجامع مثلا. لكن في حين آخر بقى على العكس، لو ده بدأ يبقى حاجة جديدة عليا مش الطبيعي بتاعي، ومأثرة عليا أو مأثرة على علاقتي بالناس اللي حواليا، أو بدأ يبقى فيه أي نوع من أنواع الخطورة عليا أو على الناس اللي حواليا، أو مثلا إنه الأفكار أو الكلام اللي بتكلم فيه بقى كلام مش منطقي، يعني بدأ يبقى فيه أعراض مرضية بقى تانية معاه، هنا بقى نبتدي نقلق أو نقول إنه لأ، التدين ده محتاج يتقيم ونشوف يعني ايه اللي بيحصل. هو الفكرة ان ممكن حد يروح في الاكستريم سواء الناحية دي او الناحية دي، بس الموضوع في الاول وفي الاخر بيرجع لطبيعة الشخص نفسه، بيرجع لعوامل كتيرة، مش فكرة طبيعة الشخص نفسه على قد ما هو هل اللي انا التصرف ده، يعني الكلام ده على فكرة ينطبق على اي behavior جديد عليا، اي تصرف جديد انا بعمله، سواء تدين، سواء ان انا بقيت نومي قليل، سواء ان انا بقيت بتعصب بسرعة، ايا كان الاعراض دي مؤثرة على حياتي ولا لأ، وهل معاها أعراض تانية مرضية ولا لأ. يعني لو أنا متدين بزيادة بس في نفس الوقت بتكلم كتير، بتحرك كتير، مش بنام خالص، بدأت أبقى عصبي جدا، بصرف فلوس بزيادة قوي، بدأت أبقى ممكن عنيف مع الناس اللي حواليا، لأ هنا محتاجين نقف ونشوف ده إيه. لكن لو أنا قررت إن أنا أقرب زيادة من ربنا وبقضي وقت في زيادة عن ما كنت قبل كده في ده، بس ده مش مؤثر على شغلي ومش مؤثر على علاقتي بالناس اللي حواليا ومخليني حاسس ان انا مرتاح اكتر، خلاص ليه لا، ايه المانع؟ فهو الموضوع احنا بنشوف الصورة كاملة، مش من زاوية الدين بس. تمام. طيب عندي بقى سؤال، ما احنا طرحنا فكرة الأدوية. في ناس كتير بتترعب من فكرة الدواء، في ناس لما بتيجي سيرة العلاج النفسي بيبقى خايف ياخد الخطوة عشان يقولك أنا مش عايز أخد أدوية، والأدوية دي بتبقى إدمان ومش عارف إيه وكده. وفي ناس بتبقى خايفة من فكرة الدواء على أساس إن هو مثلا هيفضل طول حياته ياخد
علاج. انا مش بتكلم مثلا عن حاجه زي الفصام مثلا، ان هو ممكن يبقى محتاج فتره كبيره جدا يمشي على علاج معين عشان يقدر يقلل الاعراض. بس هل مثلا مريض اكتئاب، حد عنده كلينيكال ديبريشن، هل هيفضل باقي عمره يكمل بالانتي ديبريسنتس مثلا ولا؟ عشان نجاوب السؤال ده هنرجع للمعادلة بتاعة الريسك فاكتورز والبروتكتيف فاكتورز. عموما يعني الدواء النفسي هو مش بيسبب إدمان نهائي، مش من تركيبته أصلا مواد بتسبب إدمان خالص، ولا ليه أي علاقة بالمخدرات من قريب ولا من بعيد. هو بالظبط زي مثلا دواء السكر. الاكتئاب مثلا لخبطة في السيروتونين في المخ، فدواء الاكتئاب بيظبط تركيز السيروتونين في الأماكن اللي متلخبط فيها ويرجعها للطبيعي. فملوش أي علاقة خالص بالإدمان. المشكلة بقى في موضوع أنا لو بدأت دواء هل هفضل ماشي عليه طول حياتي ولا لأ، وهل لو أنا بطلت الدواء ورجعت لي الأعراض ده معناه إن أنا اتعودت على الدواء ولا لأ. الفكرة أنا عندي استعداد للاكتئاب مثلا وعندي عوامل بقى وراثية او عوامل اجتماعية حواليا بتضغطني ايا كان بتخليني عرضة للاكتئاب، فظهر عندي اعراض الاكتئاب. خدت بقى دواء للاكتئاب تمام واتحسنت. عموما الدواء النفسي احنا بنحتاج نمشي عليه شهور حتى لو احنا بقينا كويسين. هو الدواء بيحتاج وقت على ما يبتدي يشتغل، وبنحتاج بعديها فترة زي كده، فترة وقائية، علشان مش لما نوقف الدواء مع الضغوط والحياة وكده والاستعداد اللي لسه عندي يعني ارجع تاني للأعراض. فهو انا طالما جالي اكتئاب فده معناه ان انا هيفضل عندي استعداد او ريسك ان انا يجيلي اكتئاب. ودي حاجة غصب عني، يعني انا مولود كده تمام. فالدواء هيحسني. طيب انا وقفت الدواء دلوقتي لو ما عنديش ضغوط في حياتي استعدادي البيولوجي للاكتئاب قليل، احتمالية ان يرجع لي اكتئاب تاني بتبقى قليلة. فهو الموضوع متوقف على مدى استعدادي للمرض، مش ان الدواء هو اللي عشان بطلته رجعت لي الاعراض. في ناس كتيره قوي بيجي لها امراض نفسيه على فكره including الفصام، ولما بتتعالج بدري وبتلتزم بالعلاج نسبة كبيرة مش أقل من 30% مثلا بيبطلوا الدواء at some point وبيعيشوا حياتهم بصورة طبيعية جدا. فالفكرة مش في يعني برضو احنا بنحصر الحاجات في عامل واحد اللي هو الدواء. طب انا بطلته، طب رجعت لي الاعراض. لا، هو احنا محتاجين نشوف الهيستوري كله او الصورة كاملة. الشخص ده ايه اللي دخله في المرض اصلا؟ هل هو مجرد ضغوط حواليه وراحت، ولا في مثلا عوامل جينية قوية؟ يعني الناس اللي مثلا عندهم مريض مثلا عنده فصام وحد في عيلته كذا حد عنده فصام مثلا، فده معناه ان الاستعداد الوراثي عنده قوي. فده بنحطه في اعتبارنا في خطة العلاج بقى. يعني هي مش معادلة واحدة ثابتة، والله انت لو جالك المرض الفلاني تاخد الدواء الفلاني مثلا طول حياتك. لا، ما بتتقاسش كده، معتمدة على شدة الأعراض ومدتها بقى لها قد ايه. اللي بيتعالج بدري طبعا بيكون احسن بكتير من لو مريض متساب سنين وما تعالجش. عدد الانتكاسات، يعني كل ما انا مثلا جات لي نوبه عاده بحتاج امشي على الدواء فتره، لكن لو جالي نوبتين مرض مثلا بحتاج امشي فتره اطول. لو اكتر من كده ده بيزود احتماليه ان انا ابقى محتاجه امشي عليه على طول. زي مثلا بيبقى معرض ان هو يجيله ازمات قلبيه مثلا، لو ازمه واحده عارضه خلاص لو اتكررت تاني يبقى هو محتاج، يبقى هو في ريسك على طول ان في مشكله في القلب. بالظبط كده ان انا جالي مثلا وجع في صدري، ولا جالي اعراض ذبحه مثلا، فبشوف ايه السبب. بس ده معناه ان انا عرضه لان ده يحصل لي، لان الاسباب عوامل الخطوره دي موجوده لسه. سواء بقى يعني لو بنتكلم في الامراض العضويه ان مثلا ضغطي عالي، ان سكري عالي، عندي نسبه الدهون عاليه، ايا كان بقى يعني. فهو نفس الفكره بالظبط في المرض النفسي. طيب امتى ممكن العلاج يفشل، وايه الطريقه اللي ممكن نحل بيها دي؟ يعني مثلا ممكن يبقى في حد بيتابع مع دكتور او بيتابع مع ثيرابيست، بياخد ادويه مثلا وحاسس ان مفيش تحسن، وحاسس ان أيوه. ان مفيش حاجه بتحصل. موضوع بقى ليه العلاج بيفشل ده موضوع كبير قوي، ومحتاجين يعني بيتشاف من كذا زاوية، او في مجموعة من الاسباب المتنوعة يعني اللي ممكن تخلي ان انا ابقى ماشي على العلاج وما اتحسنش. هرجع اقولك تاني، زي في اي مرض، ليه سكري ما بيتظبطش مثلا؟ ليه على طول ضغطي عالي؟ اولا في اسباب ليها علاقة بالمريض نفسه. اول حاجة، انا تعبان بقالي قد ايه. كل ما زادت المدة اللي انا عندي فيها اعراض وما اتعالجتش، كل ما ده يعني ممكن يبطئ او يزود مدة العلاج، او يعني يأثر على سرعة تحسن الاعراض. فاللي مثلا تعب من اسبوع ولا من اسبوعين ولقى ان حس ان هو مش كويس وراح لدكتور بدري وبدأ ياخد علاج بدري، البروجنوزز او اللي هو
يعني احتمالية التحسن أو خط سير المرض يعني بيكون أحسن من لو واحد بقاله 10 سنين تعبان ومش بيتعالج. وللأسف بنشوف ده كتير بقى، بتلاقي واحد تعبان من زمان جدا ومش عارف ان هو تعبان في امراض نفسيه كتيره كمان، الشخص ما بيبقاش عنده ادراك انه تعبان، والاهل والناس حواليه شايفينه متلخبط ومش عارفين ده ايه، بيودوه للشيوخ بقى، بيودوه ل... يعني يلفوا بيه بقى على يعني تخصصات مثلا تانية، او يروح لدكاتره وما يتشخصش صح. فده بيزود طبعا لانه اللخبطه في كميه المخ اللي بتسبب المرض بتبقى في الاول على مستوى الكيميائي، يعني مواد كيميائيه متلخبطه وبتتظبط. لما كل ما تطول فتره المرض كل ما اللخبطه دي بقى بتبقى على مستوى خلايا المخ، يعني يبدا يبقى الخلايا نفسها تتاثر، فيبقى طبعا صعب ان ده يرجع للطبيعي. زي بالظبط عارف لو انت رجلك اتكسرت وخلاص، لو اتجبست وريحت ومشيت على التعليمات هترجع للطبيعي، لكن رجلك اتكسرت وما جبستهاش وبتمشي عليها وبتجري عليها، ما ده هيأثر طبعا. بتلحم غلط وما بتعرفش ترجعها تاني. بالظبط كده. فده اول نقطة اللي هي مدة الأعراض. الحاجة التانية شدة الأعراض، ان انا عندي اكتئاب بسيط ممكن يتعالج مثلا بجلسات علاج مثلا نفسي، ولا اكتئاب شديد مثلا وافكار انتحارية بقى ولا مثلا مريض عنده نوبة هوس وعنيف جدا وبيضرب الناس اللي حواليه، غير مثلا حد عنده شوية قلق بسيط يعني فشدة الأعراض برضو بتأثر. الحاجة التالتة بقى المهمة، الشخص ده بياخد العلاج ولا لا، او ملتزم بالعلاج ولا لا. يعني كتير قوي بيبقى حد مش متحسن، طب انت بتاخد الدواء؟ يعني باخده احيانا احيانا لا مثلا. فده طبعا يعني انا لازم ابقى ملتزم بكورس العلاج، سواء علاج دوائي حتى او جلسات علاج نفسي، لازم ابقى ملتزم بخطة العلاج ايا كانت ايه هي. اوقات كتيرة بيبقى فيه اضطرابات نفسية تانية مع المرض، يعني مثلا انا عندي اكتئاب بس عندي معاه اضطراب في الشخصيه مخليني مش عارفه اتاقلم خالص، فده يعني بيطول او بيخليني محتاج اشتغل على حاجات اكتر مع الاكتئاب. فممكن يطول مده العلاج. برضو في لو انا مثلا بتعاطى مواد مخدره مثلا، المخدرات بتبوظ كميه المخ، فبالتالي يعني بتزود كمان الاعراض النفسيه، يعني المخدرات بتسبب اعراض نفسيه كتيره جدا. فلو انا اصلا عندي مرض هي اكيد هتلخبط الدنيا. واحيانا بيبقى في ادويه تانية مش شرط مخدرات، يعني بعض الادويه عادي، ادويه السكر، ادويه يعني ادويه الغده مثلا، ايا كان ممكن يعني تتفاعل مع الادويه او تسبب اعراض نفسيه. فبرضه دي حاجه مهمه قوي انها تتقيم. واوقات كتيره الناس يعني ما بتاخدش بالها ان دي حاجه مهمه مثلا تتقال للدكتور، يعني بتبقى بتاثر عليا وانا مش واخد بالي. فدي نقطه برضه مهمه. نقطة تانية اللي هي اتكلمنا فيها الاستعداد الوراثي للمرض او اللي هو الجيناتيك لود، لو انا كل ما كان انا عندي عوامل بيولوجية قوية تخليني عرضة للمرض، كل ما ده بيأثر برضو على سرعة الاستجابة للعلاج. يعني في برضو أمراض عضوية، يعني مثلا لو أنا عندي في أمراض عضوية بتظهر بصورة أعراض نفسية أصلا، يعني مثلا الغدة الدرقية لما تبقى نشطة بزيادة بتخلي الواحد عصبي، بتخلي الواحد متوتر، ضربات قلبه سريعة. في بعض أمراض الجهاز العصبي بتظهر بصورة نفسية برضو، فده بيلخبط الصورة شوية. ودي بتبقى حاجة محتاجين نستبعدها، ليه الشخص ده مش بيتحسن، فمحتاجين نستبعد الأسباب العضوية برضو. فكل الحاجات اللي أنا قلتها دي أسباب مرتبطة بالمريض نفسه سواء بإرادته أو مش بإرادته. تمام. في بقى حاجات ليها علاقة بالظروف اللي حواليا، يعني افرض انا عامل اللي عليا وملتزم بالعلاج ومش باخد مخدرات وما عنديش اسباب عضويه ولا اي حاجه، بس حواليا ضغوط، حواليا عوامل اجتماعيه مش مساعداني، يعني في دعم بقى حواليا ولا لا، كمان دي نقطه مهمه. السبورت، اهلي بيساعدوني بيدعموني، ليا اصحاب بفضفض معاهم ولا لا، دي حاجات برضو بتاثر. في حاجات بقى ليها علاقه بالدكتور، يعني برضو مش هنرمي كل حاجة على المريض. أولا ممكن يكون التشخيص غلط، ممكن يكون الدكتور شخصني غلط، وارد بتحصل يعني. فعشان كده مش مستجيب للعلاج لأنه ده مش علاج المرض بتاعي، أو إن الجرعة مش كفاية، أو يعني أو إنه العلاج ده مش كفاية، سواء جرعة دوائية أو نوع من أنواع الثيرابي. يعني فأحيانا بنحتاج نرفع الجرعة شوية، يعني مش معنى ان انا يعني في بعض الحاجات، يعني مثلا الاكتئاب ممكن شخص يتحسن على جرعة أقل، جرعة اللي هي اللي بنسميها المينيمال إفكتيف دوز، أقل جرعة ممكنة. في ناس استجابتها لنفس الدواء ده وعندها نفس الأعراض بتكون أصعب، فبيحتاج إن هو على جرعة أعلى على ما الأعراض تتحسن.
حاجة تانية برضو مهمة، انه يبقى العلاج مش مناسب ليا، مش شرط ان هو علاج غلط، بس انا مش مستجيب للعلاج ده. فكرة الادوية عموما هي في الاخر بتبقى زي ايه، زي ما بيقولوا كده كميتنا ماشية مع بعض ولا لا. يعني في ادوية كتيرة ممكن اتنين عندهم نفس الاعراض بالظبط ونفس الظروف ونفس كل حاجة، بس الشخص ده استجاب للدواء ده، والشخص ده الدواء ده ما عملوش اي حاجة، كأنه بياخد بونبون. فده مش معناها ان الدكتور ماشي غلط او مشخص غلط، لا، هو المريض مش مستجيب للدواء ده، فبنحتاج احيانا ان احنا نجرب دواء تاني. وده مش معناه ان الدكاترة بيجربوا فينا، هو ده بيحصل. يعني في اوقات بيبقى دواء ما هو مشيش هو معايا، هو فاحتاج اجرب حاجة تانية. بالضبط، هو محتاج حاجة تشتغل معاك أنت. بالظبط كده. العلاج عموما النفسي بيتفصل على المريض، هو مش حاجة كده إمم، مكتوبة بنصمها على العيانين كلهم يعني. والكلام ده ينطبق على نوع العلاج النفسي برضو. يعني في ناس العلاج او الثيرابي انواع بقى كتيرة. في شخص ينفع معاه مثلا علاج سلوكي معرفي مثلا، في ناس تانية إمم، ينفع معاها لا علاج سلوكي بس، او علاج اللي هو الDBT، او اللي هو العلاج الجدلي السلوكي، على حسب ايه التشخيص وايه ظروف بقى العيان والكومبو كله على بعضه. بنفصل على اساس ده خطة العلاج المناسبة ليه. ومش غلط او عيب ان انا ابقى ماشي في سكة في العلاج وتبقى مش جايبة نتيجة فامشي فاختار سكة تانية. يعني إمم، الطب النفسي برضو من الحاجات وعلى فكرة برضو التخصصات التانية، انه انت ممكن تبقى ماشي على خطة علاج وتبقى مش مناسبة للمريض، فنضطر نمشي على حاجة تانية. في نقطة تانية برضو مهمة، الأعراض الجانبية للأدوية. يعني لو أنا اخترت دواء عمل للمريض أعراض جانبية، ده ممكن يكون سبب إن هو يبطل الدواء أصلا. إمم، وممكن بعض الأعراض، بعض الأدوية في الأول تعمل أعراض جانبية تبقى شبه الأعراض اللي أنا بشتكي منها أصلا. إمم، يعني مثلا أدوية الاكتئاب في الأول ممكن تعمل قلق. أنا أصلا طب أنا مكتئب وقلقان ومتوتر أساسا، فهحس إن الأعراض بتزيد، بس دي بتبقى أعراض مؤقتة وبتبقى عادةً محتملة، هاعرف أستحملها، وبتبقى يعني كام يوم وبتروح. فبرضه مهم إن المريض يبقى عارف ده، لأن ناس كتيرة أوي بتبطّل الدوا في الأول. أنا مش ما حسيتش بتأثير، لأن الدوا مش هيشتغل في ثانية، الدوا بيحتاج أسبوعين ل3 على ما يشتغل، وكمان حاسس بأعراض جانبية، فأنا إيه اللي هيخلّيني ماشي على الدوا؟ فمهم إمم، إن الدكتور يوضّح ده للمريض. أنت في الأول هتحس ب1، 2، 3 وده طبيعي وهيتحسن مع الوقت، ومش هتبتدي تحس بتحسن غير مثلًا خلال أسبوعين 3. وممكن في الأول نحط دوا يساعد مثلًا على إن إحنا نهدّي القلق مؤقتًا لحد ما الدوا يشتغل والأعراض الجانبية تروح. ففي options كتيرة إمم. ممكن تساعد. من العوامل المهمة التانية برضه، أنا مرتاح للدكتور والّا لأ. يعني لو علاقتي بالدكتور مش مريحة، مش مرتاح مع الدكتور، سواء بقى بسبب مشكلة في الدكتور أو كميتنا مش ماشية مع بعض، وده بيحصل كتير، ده هيأثّر على التزامي بالعلاج، هيأثّر على أنا باستقبل الكلام من الدكتور إزاي، بامشي على تعليماته والّا لأ، حاسس بالراحة معاه والّا لأ. إمم. ف وهو أصلًا من أحد أهم العوامل في العلاج النفسي الراحة ما بينك وبين الدكتور اللي أنت رايح له بصراحة. بالضبط، بالضبط طبعًا. ويعني عشان كده في دكاترة كتير ممكن نفس الدكتور تلاقي مصر كلّها بتشكر فيه، بس أنت تروح له مش مرتاح معاه. ده مش معناه إن آه، المشكلة فيك أو في الدكتور، لأ، هي بتبقى شخصيتنا إحنا الاتنين ما نفعتش مع بعض. بالضبط. يعني بيبقى في حاجة اسمها counter transference، أو إنه أنا مش عارفة أlink مع المريض لأسباب كتيرة بقى. إن مثلًا أنا بافكّره بمامته مثلًا، بافكّره بحد بيكرهه مثلًا، حاجة غصبٍ عنك، ما هي ما لهاش علاقة، مش هتتحكم فيها يعني. فمش دايمًا ده بيبقى معناه إن الدكتور وِحِش. يعني كتير أوي بتلاقي أنت إزاي بتتابع مع فلان ده أنا رُحت له ما ارتحتش معاه خالص ومش عارف إيه، مع إن ممكن شخص تاني يبقى مرتاح معاه جدًا. فهي دايمًا يعني ما ينفعش نبقى نحط كل الدكاترة أو كل الأسباب اللي بتخلّي العلاج يفشل في نفس القالب ونعممها على كل الناس. هل في دكاترة ما بيعرفوش يعالجوا كويس؟ في دكاترة بيكتبوا أدوية غلط، في دكاترة بيشخصوا غلط، زي كل التخصصات وكل الشغلانات في الدنيا. ما هو في مدرس فاشل وفي مهندس فاشل وفي كل حاجة. مشكلتنا إحنا بقى إن إحنا بنليبل بقى أو بنحكم وبنعمم بقى كل حاجة. أنا عندي تجربة معينة فشلت، فأنا ما ارتحتش، رُحت للدكتور وما ارتحتش، أو كتب لي أدوية تعبتني، فده معناه فقُلت بقى بقى إن خلاص أنا العلاج النفسي آه. كُلّه وِحِش. بالضبط. فأنا مش هاروح وللأسف في ناس بيبقى حظها وِحِش، إن هي مثلًا راحت ل2، 3 دكاترة ورا بعض وما ارتاحتش معاهم، فطبيعي غصبٍ عنه هو مش هيبقى متحمس إن هو يروح لحد تاني يعني.
طب أنا عندي آخر سؤال، أنا إمتى أقدر أحكم بعد مدة قد إيه على الدوا إن كان هو نافعني والّا مش نافعني؟ يعني بعد مدة قد إيه تقريبًا أقدر أقول آآ مثلًا الدوا ده ماشي معايا بُص والّا لأ؟ يعني لو هنمشي بالكلام بقى الguidelines يعني المفروض مثلًا من 4 ل6 أسابيع، ممكن تطوّل عن كده على حسب إيه الدوا وإيه درجة الاستجابة. يعني لو مثلًا في استجابة 50% فده بيدّيني مؤشر إنه مع الوقت أو لو زوّدنا الجرعة مثلًا الدنيا هتتحسن، غير إن أنا مثلًا أبقى خدت دوا وماشي عليه بقى لي شهر مثلًا والّا شهر ونُص ما فيش أي تحسُّن، فعادةً بتدّي فرصة من 4 ل6 أسابيع، ده مبدئيًا يعني تقدر تقول كده في المتوسط يعني ده الrange، ووارد جدًا إن أنت لو الدوا مش مريّحني أو مش متحسّن عليه إن الدكتور يقول لك مثلًا لأ مش يعني خلاص هنجرّب دوا تاني. أو نحط يعني في أحيانًا بيبقى حاجة اسمها augmentation إن أنا الدوا ده شغال ومحسّنني بس مش محسّنني بدرجة كافية، فأحط معاه دوا تاني ي ي يزوّد يحاول يرفع التحسّن. شوية. إمم. بالضبط. ففي بقى strategies كتيرة لتضبيط العلاج عمومًا، فأنا لو واثق في الدكتور وواثق في الprocess يعني ومرتاح مع الدكتور خلاص، دي أهم حاجة، وإن أنا أدّي نَفْسي وقت. هو في الآخر يعني الأعراض النفسية والمرض النفسي بيحتاج وقت على ما يتحسّن، بس يعني أقدر أقول لك إنه ناس كتيرة جدًا، جدًا، جدًا يعني لو شُفتها قبل وبعد العلاج فرق شاسع، وبيبقوا في الأول هو مش مصدّق إن أنا هاتحسّن أصلًا. يعني أنا مش مصدّق إن أنا ممكن أبقى في وضع غير اللي أنا فيه ده أبدًا، وبعد ما مثلًا شهر، شهرين من العلاج بيبقى في فرق ملحوظ، وهو ما بيبقاش مصدّق نَفْسه. أنا عمري ما كنت متخيّل إن أنا هاتحسّن. ده بالنسبة للدوا. الpsychotherapy بقى طبعًا بيحتاج وقت أطول، لإنه هو skills بقى وحاجات بتتعلّمها، إزاي تتأقلم مثلًا، إزاي تتحكّم في الغضب، إزاي تشتغل على الأفكار السلبية بطريقة معيّنة، دي حاجة بتحتاج وقت أطول، بس مع الالتزام يعني أهم عامل بقى الالتزام. حتى لو أنا مش متحسن على الدوا، حتى لو أنا العلاج مش مريحني، بس باتابع أيًا كان بقى، باتابع مع نفس الدكتور أو دكتور تاني، دي أهم نقطة. يعني إن أنا أتساب مع نفسي كده وأفقد الأمل، دي أكتر حاجة بتسوّء الأعراض. يعني حتى لو أنا جرّبت بقى كل العوامل اللي ممكن تخلّي العلاج يتأخّر أو التحسُّن يتأخّر، يعني ورغم كل ده الأعراض لسه مكمّلة معايا، بس أنا متابع مع دكتور، أحسن بكتير جدًا من إن أنا أبقى خلاص ما باتعالجش يعني. بالضبط. دكتورة سارة نورتينا النهارده في البودكاست. ربنا يخلّيك، والله أنا مبسوطة جدًا، وبجد يعني شرف ليّا إن أنا معاك النهارده، وأتمنى الكلام اللي الشرف إحنا ليّا. اتناقشنا فيه ده يكون مفيد للناس يعني ويفرق مع الناس، وإن شاء الله يبقى في فرص تانية يعني إن إحنا نتكلم أكتر. إن شاء الله. تحبّي تقولي حاجة قبل ما نقفل؟ آمم، الحاجة الوحيدة اللي أنا عايزة أركّز عليها أهم حاجة يا جماعة ما تفقدوش الأمل يعني. يعني دايمًا في مساعدة موجودة، ودايمًا هتلاقي support، بس إن إحنا ما نفقدش الأمل، وإن إحنا ندوّر في الأماكن الصح، يعني أطلب مساعدة من الناس الصح، دي أهم حاجة بس. بالضبط، بالضبط. شكرًا تاني يا دكتورة سارة. إحنا هنحُط في الdescription لينكات لو حد عايز يcontact الدكتورة سارة directly. هيبقى في لينكات إن شاء الله في الdescription بتاعة الحلقة. شرّفتينا النهارده، شكرًا جدًا ليك. شكرًا يا وأشوفكم عمرو. على خير الحلقة الجاية. العفو على إيه.